السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم الرجله، كتجي لذيذه ومنافعها كثيره، عامره بالحديد، عامره بالفيتامين. اول حاجه خديت الرجله ديالي اللي غسلتها من قبل وخليتها استقطرات على خاطرها، من بعد خديتها وبديت كنقطعها على هذا الشكل هذا. من بعد ما غادي نقطعها كامله غادي نوضعها في طنجره الضغط اولا الكوكوط ديالي وغادي نعطرها. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالها الصحيحه. خديت هنا 4 ديال الفصوص ديال الثوم، هي كتحتاج الثوم بالزايد، يعني كثروا فيها الثومه باش تجيكم بنينه. غناخذ هنا تقريبا نصف حامضه مصيره اللي غادي نقطعها على هذا الشكل هذا وغادي نخليها طيب مع هاد الرجله هذه. من بعد غادي نضيف الملحه. انا الملحه كنفضل نديرها بيدي باش كنعرف القياس بالضبط. كنضيف معلقه ونص ديال التحميره اولا الفلفل الاحمر، معلقه صغيره ديال الكمون، وتقريبا نصف كأس من زيت الزيتون مع نصف كأس من الماء. انا عندي الطنجره ديالي كتلصق واحد شويه، هادشي علاش ضفت الماء. اللي متاكد من ان الطنجره ديالو ما كتلصقش ما يضيفش نهائيا الماء. غادي نديرها على نار مرتفعه غير على ما صفرات الكوكوط، وغادي نقصها على نار مهيله جدا فحال لي غطيب على شميعه. هنايا نسيت القزبر ومعدنوس ضفتو، وغادي نعاود نخلط الخليط ديالي ورجعتها الطيب. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. غنضيف ليها الزيتون، انا عندي الزيتون ديال الدار يعني مصايبه على يدي، وغادي نضيف الحامض. من بعد ما دقتها ما جاتنيش حامضه يعني بداك الجهد بزاف. غادي نضيف ليها طريفات ديال الحامض، وغادي نضيف ايضا الفلفل الحار. نتوما ممكن تضيفوه في الاول، انا ضفتو حيت حيدت واحد شويه ديال الرجله ما فيهاش الحار حيدتها. عاد غادي نضيف هنا الحار وغادي نبدا نشحر هكا حتى تنشف ليا نهائيا من الماء. وكيكون هذا هو الشكل ديالها. تنقول لكم بالصحه والراحه.